هل الساعة دي هتكون الصفقة الأفضل مع كل اللي بتقدمه شات جي بي تي وجودة مايك محترمة وكمان الألعاب اللي عليها؟ فده كل اللي هنعرفه النهارده. الساعة دي تصميمه قريب جدا من الساعات اللي هي أبو 500 جنيه، بس الفرق الكبير اللي هنا إن الجودة مختلفة تماما. من أول ما هتمسك الساعة هتحس إنك ماسك حاجة غالية مش حاجة رخيصة إطلاقا. اللون اللي معايا المفروض يكون أسود، لكن هو أقرب للون السبيس جراي بتاع منتجات أبل، واللون ده على فكرة شكله فخم جدا. الهيكل بتاع الساعة مصنوع من معدن الزنك، وده حاجة لازم تاخد بالك منها قبل ما انت تشتري الساعة، لان معدن الزنك ممكن يسبب لك مشاكل لو انت عندك حساسية منه. وانا كنت سألت شات جي بي تي عن الموضوع ده وقال لي لو عندك حساسية منه ممكن فعلا يسبب لك مشاكل، لكن لو ما عندكش اي مشاكل منه السماعة مريحة جدا في اليد، وكمان الساعة مش تقيلة تقدر تلبسها طول اليوم وانت مستريح. اما بالنسبة للزراير فهي خامات ممتازة، لما تدوس عليها كده هتحس انك بتدوس على حاجه قويه، حاجه بريميوم قوي. كل حاجه شكلها شيك في الساعه، في كمان اللوك والمسامير من ورا، اعتقد ان السنسور كده باين في الكاميرا. الساعه بشاشه سوبر اموليد وبتيجي مقاسات 49 في 44 في 12 مللي، يعني مقاساتها حلوه ومريحه للايد. بالنسبه لاضاءه الشاشه فمفيش اي مشكله لو انت ماشي تحت اشعه الشمس المباشره، يعني تقدر تشوف الساعه بوضوح حتى لو انت كنت ماشي بره في الشارع. الميزه الحلوه كمان في الهولوزونز بلاي، يعني مجرد ما تحرك ايدك كده الشاشه بتفتح لوحدها وتعرض كل المعلومات على طول، ده بيخليها عمليه جدا في الاستخدام اليومي. اما عن السنسور الموجود في الساعه فهو بيقيس ضربات القلب وضغط الدم، والبيانات دي بتتسجل بشكل مستمر وبتتبعت للابليكيشن علشان تعرف تتابع حالتك الصحيه. حاجه مهمه، ولا مش حاطط الساعه على ايدي، في اوقات بيطلع ضغط الدم واوقات تانية لا بيقولوا حط الساعه على ايدك. الموضوع ده كله ممكن يتصلح بالسوفت وير ابديت، واول ما جبت الساعه السنسور اصلا ما كانش شغال الا ما عملت تحديث من الابليكيشن، وبعدها اشتغل زي الفل ومبقاش فيه اي مشاكل خالص. نيجي بقى لجزء الاداء. الساعه دي بصراحه سلسه جدا في الاستخدام، يعني انا ما واجهتش تقريبا منها اي مشكله خالص. يعني اول ما تضغط على زرار او تفتح اي برنامج الساعه بتشتغل بكل سلاسه جدا، مفيش اي بطء ومفيش اي تاخير، ودي اصلا حاجه مهمه جدا بالنسبه لسعر الساعه اللي في حدود 1500 جنيه. ولو متعرفش انا شغال تاجر والساعه دي ببيعها بسعر اقل من المحلات. لو حابب تتواصل معايا لينك الانستجرام في وصف الفيديو. وطبعا لما تكون الساعه في الفئه السعريه دي لازم تتوقع ان عليها العاب، وده فعلا اللي موجود على الساعه. في 3 العاب موجوده جاهزه، وكمان تقدر تثبت العاب تانية موجوده من الابليكيشن. هتدوس على الديفايس ومن هنا ندوس دي كلها العاب تقدر تثبتها على الساعه. الساعه عليها العاب كتير وكميه مميزات على الساعه حلوه جدا. بالنسبه لي اهم ميزه هي انك تقدر تتوصل على طول من الايربودز من هنا. اول برنامج معمول عشان تقدر تمسح الالعاب اللي انت ثبتها من الابليكيشن. تالت برنامج ينفع تسجل الصوت من الميكروفون، وجودة الميكروفون حلوه جدا. ده موجود شات جي بي تي وتقدر تساله على اي حاجه انت عايزها. ودي الموسيقى اللي هي على الساعه، اول حاجه اللي انت رافعها من التليفون للساعه، دي الحاجات اللي موجوده على الساعه. ودي عامله زي ترجمه جوجل كده بس مش عمليه، يعني افتح ترجمه جوجل اسهل واسرع. موجود كتب الكترونيه بس مش هتكون عمليه عشان هتقرا من شاشه ساعه. طبعا موجود قياس ضربات القلب، ودي ضغط الدم، ودي نسبة الأكسجين في الدم. وهنا أوضاع الرياضة، موجود أوضاع كتيرة جدا. موجود معدل النوم والأكتيفيتي اللي هي النشاطات الرياضية اللي أنت عايزها. موجود المنبه بيرن لمدة 30 ثانية بس وبعدين بيقفل لوحده حتى لو أنت ما قفلتوش. موجود العثور على الهاتف والموبايل كاميرا، بس أنت لازم تفتحها من الأبليكيشن مش من الساعة من هنا. ودي المكالمات تقدر تتصل منها على طول لو انت حافظ الرقم تليفون او لو انت رفعت جهاز اتصال من الساعة. وهنعرف ازاي كمان شوية نضيف ارقام من الابليكيشن. البطارية هنا بصراحة من الحاجات اللي عجبتني جدا في الساعة، قعدت معايا يومين وانا بستخدم الساعة عادي جدا. قياس ضربات القلب وشوية لعب كمان، يعني لو بتدور على ساعة مش مضطر انك تشحنها كل شوية فالسماعة دي مناسبة جدا ليك. ولو شغلت وضع توفير الطاقة البطارية هتستمر معاك لوقت طويل قوي، وده هيفيدك خصوصا وانت بره البيت اوقات طويلة، او لو انت مسافر مثلا ومش هيكون عندك فرصة انك تشحن الساعة. بالنسبة للشحن الساعة بتشحن تماما في 1.5 ساعة. الوقت ده هو يعتبر بتاع ساعة الاكس 8 الترا بلس، فما فيش اي تطوير حصل في النقطه دي خالص. الشاحن نفسه بيجي مع العلبه فمش محتاج تشتري اي حاجه اضافيه. كمان مع العلبه بيجي معاها 2 ستراب، جوده الستراب القماش ممتازه، وده افضل جدا لو انت بتلبس الساعه طول اليوم او لو انت بتتمرن في الجيم. موجود ستراب تاني جودته سيليكون، جودته لطيفه. في نقطه مهمه بقى لازم تاخد بالك منها كويس، لما تيجي تشحن الساعه يفضل تستخدم شاحن اقل من 2 امبير علشان هيحافظ على البطاريه بشكل اطول،
وما يسببش اي مشاكل مع الوقت. البطاريه بحجم 450 مللي، وده بيخليها واحده من الساعات اللي بتقدم اداء حلو جدا في البطاريه. موجود حاجات تانية كتير ممكن تعملها من الابليكيشن، زي انك تخلي الساعه من 24 ل 12 ساعه، ان بعد ما تربط الساعه للتليفون الساعه بتتنقل تلقائيا ل 24 ساعه، وما يكونش في طريقه تانية غير من الابليكيشن. هتدوس من تحت على الديفايس وهتنزل لحد ما تلاقي other settings او اعدادات اضافيه، هتدوس عليها. الخيار ده بيشغل ال 12 ساعه، هي بتبقى في الطبيعي مقفوله فانت هتشغل. دي شويه حاجات كده بيقولك نظام الحرق عايزه بانهي يقيس، وده لو عايز كل فتره يقيس ضغط الدم. نرجع تاني كده، تقدر تنزل العاب من هنا زي ما وضحنا قبل شويه، وتضيف من هنا جهات الاتصال. ندوس على دي وتختار بقى جهة الاتصال اللي انت عايز ترفعها. موجود زي تنبيه كده بيقولك ساعة مثلا قوم من مكانك او تشرب مية كل فترة، ويديك نظام مثلا لو عدت ضربات قلبك 100، وحاجات تانية موجودة زي وقت اخذ الدواء والتمارين الرياضية عايزها الساعة كام ينبهك عليها. جزئية الكاميرا بتجيبها من هنا، بتكون بطيئة شوية على الساعة. 2000 years later. وينفع تاخد صورة من الساعة على طول. لو عايز ترفع موسيقى مثلا او حاجة بتبقى من هنا، ندوس هنا وبس بقى تختار اللي انت عايز ترفعه وخلاص. وتبدأ ترفع صور من هنا، تختار بقى الصور اللي انت عايزها وترفعها. ودي العثور على الساعة. وتبدأ تغير خلفية الشاشة من هنا، وهتجيب من كاستمايز، تدوس من هنا ترفع بقى الصورة من الحتة دي، ويتغير لون التكست مثلا كلام، وعايز تغير نوع الفونت، وعايز تغير مكان الكلام ذات نفسه. بس هتدوس هنا وهترفع على الساعة. الميكروفون هنا بصراحة من الحاجات اللي فاجئتني جدا في الساعة، انا استخدمته كتير جدا في المكالمات، وخصوصا لو انا قاعد في البيت ومفيش ولا مرة حد قال لي الصوت مش واضح او علي صوتك شويه. الشخص اللي بكلمه مش ملاحظ اساسا ان انا بتكلم من ساعه، وده بيخليها عمليه جدا، خصوصا لو انت ايدك مش فاضيه او مشغوله وبتستخدم حاجه تانية. وعشان تتاكد بنفسك، دي تجربه الصوت في الاماكن الهاديه. طيب انا دلوقتي بتكلم في مكان هادي جدا مفيش اي صوت خالص، المفروض السماعه تطلع صوت كويس قوي، خصوصا ان الساعه برضو مش رخيصه. اعتقد ممكن يكون في صوت نايس، فهنشوف مع بعض. ودي تجربه الصوت في الاماكن الزحمه. هنا بحاول اعمل محاكاه للاماكن الزحمه، لو انت ماشي في الشارع مثلا، يعني خلينا متفقين برضه ان شكلها مش هيكون لطيف وانت بتتكلم عنها في الشارع كده، بس المفروض تطلع صوت حلو برضه بالنسبه لسعرها. يعني الصوت واضح جدا ومفهوم، بس لو في حاجه ممكن تتحسن فهي علو الصوت شويه، خصوصا لو انت بتتكلم في مكان فيه دوشه كتير. بالنسبه للاعدادات هتدوس هنا هيظهر اعدادات تانية، المكتوب هنا اللي هي ال HK9 Ultra 2 Max، وهنا تقدر تعمل ريستارت او تعمل ضبط مصنع او تقفل الساعه، وموجود وضع عدم الازعاج. وهنا تقدر تغير في اعدادات اضاءة الشاشة زي ما انت عايز، يعني نزود الصوت من هنا مثلا تقلله. وهنا بيكون اعدادات الصوت واللمس، ودي البلوتوث عشان لو انت تتوصل بالايربودز على طول. ودي حاجة المفروض لما تفعلها بتعمل كده، اللي هو ترد على المكالمة او تقفل المكالمة. موجود باسورد للساعة، وهنا تقدر تخصص كل زرار بيعمل ايه. الزرار الشمال مثلا البرتقاني ده بدل ما يفتح اعدادات الرياضة تخليه مثلا يجيب وضع النوم او الطقس ايا كان، يعني الحاجة اللي انت عايزها. والزرار اليمين تقدر تخصص له مثلا ضغطتين بيعمل حاجة، ضغطة مطولة بيفتح حاجة تانية. وهنا بيقول لك معلومات عن البطارية، وهنا معلومات عن الوقت، ويدي وضع النوم ووضع الرياضة. وهنا في حاجة مهمة، لو ضغطك أعلى من 130 مثلا يعمل حاجة، أو لو ضغطك قطع عن معدل معين مثلا يبعت لك انذار برضو. بس يعني أعتقد إن الباقي ملهوش لازمة أوي. يعني مميزات الساعة دي كتيرة، خامات الساعة ممتازة، خصوصا اللون ده عاجبني انا شخصيا، وجودة الزراير كويسة جدا، ما واجهنيش اي تهنيج حصل حتى لو انا بلعب العاب مثلا وانا قاعد زهقان. جودة الصوت قريبة جدا من صوت الموبايل، الصوت واضح ومفهوم. البطارية هنا قعدت معايا يومين مستريح. الميكروفون وده ممتاز جدا في الاماكن الهادية. عيوب الساعة هنا على فكرة مش كتيرة، ودي حاجة حلوة جدا. صوت الساعة كان محتاج يكون اعلى شوية، الهيكل مصنوع من معدن الزنك، ولو عندك حساسية منه هتواجه مشاكل فيما بعد، فلازم تكون واخد بالك من النقطة دي. بس كده مش شايف ان في عيوب تانية خالص او ما تستحقش انها تكون عيوب. الساعة بشكل عام بتقدم قيمة قوية جدا قصاد سعرها، وطبعا بعد ما هتشتري الساعة هتشتري ايربودز، عشان كده انا برشح لك الايربودز دي، بتقدم قيمة قوية جدا قصاد سعرها. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك. اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.